مرحبا، شلونكم؟ اليوم راح اسوي وياكم كيكة. طبعا قبل لا اسوي وياكم هاي الكيكة شوفوا الكارت اللي سوتها بنتي على اساس تحضر المواد هي. وراح نبدو وياكم نقول بسم الله. عندنا كوب طحين، وعندي كوب شكر، هي حسب المقياس اللي انت تردينه. أنا هذا المقياس عندي كوب، قياس هاي الكاسات كوب. وعندي هنا مي، وعندي زيت، وظرفين فانيليا، هاي من أطيب وأسهل الكيكات. عندي بودرة الكاكاو، أضيف هذي 3 خواشق. كلش كافي. شوفوا اليوم طبعا أنا ضفت كوب مي مثل ما قلت لكم، والكوب الثاني هسه راح أضيفه. وخلط كلش قوي لحد ما يسخن هذا الصوص عندي. شوفوا لي شلون صار. طبعا هاي تحتاجون هذا الصوص تاخذون من عنده. شوفوا لي شلون صار. وهسه راح أضيف الكوب الثاني من المي، وشوية شوية لحد ما يخف عندنا هذا الصوص. وهسه نحضر 3 بيضات، وكوبين طحين، وظرفين بيكنج باودر. شوفوا يا شلون خف الصوص بعد ما ضفنا الكوب الثاني. هذا قوامه. اكسر البيضة الأولى، وهاي الثانية، وهاي الثالثة. وأخلط.
أضيف الكوب الأول من الطحين، وظرفين بيكنج باودر، ودائما خلط الكيك بمسار واحد، لا كل ساعة يمنى ويسرى، يمنى تبقين يمنى منها لحد ما تكملين الكيك. وأجي أضيف الكوب الثاني، وهنا كملت عندي هذا البايركس أدهنه براشي، وهنا قبل لا تخليها تفتحين النار الجوة وتشغليها على نار ناصية بس يحمى شوية. أضيف الكيكة وهسه راح تشوفون. هنا هزة سريعة حتى يتساوى عندي، جوة على نار ناصية وما تطول عندي، أعتقد أقل من نص ساعة. وعندي هنا كريمة شانتيه كوب ماي بارد، وعندي قشطة أو قيمر انتو بكيفكم شنو اللي تستخدموه. طبعا بنات اللي ما يحب هذا الصوص اللي هسه أنا جاي أسويه، تسوين نفس الطريقة بالمواد بالبداية، بس ما تضيفين الكوب الثاني، بس كوب واحد مي. شفتوا شلون طلع لي ذخين؟ وهنا عندي قهوة قليل، أنا صورت لكم إياه بالبداية تشوفون الذخن اللي قبل لا أخلي الكوب الثاني من المي. هذا صوص كلش طيب للكيك يصير، فأنتوا إذا تحبون تضيفون عليه بمكان هسه اللي جاي أسويه. هنا عندي كاكاو شوية على النار خليته ذوبته، وهاي كريمة شانتيه ما أسويها ذخينة. ليش؟ هسه راح أقولكم ليش. هنا بعد ما كملت عندي أقل من نص ساعة، ما طولت عندي، على نار جوا، بعدين شوية ناصية هيج أعتقد 5 دقايق طولت عندي وطفيته. وهسه شوية أدخل بيها هوا، وأريد يمتص الكريمة الشانتي كلها تمتص. أريد تخليها شوية تدفى، لا تخلينها تبرد كلش حتى تمتص هذا الصوص. وهنا خليتها وبس أكمل قبل تخليها للثلاجة.
وقبل الثلاجة. إذا بالفريز ما يطول عندك ربع ساعة وترشين عليها كاكاو، وانت بكيفك التزيين حسب اللي انتي تردينه. شوفوا لي جمال الكيكة طبعا طيبة بشكل مو طبيعي وخفيفة. أتمنى تجربوها، وألف عافية علينا وعليكم. شوفوا لي هاي من داخلها. مع السلامة.